من نظام مبارك. التعذيب بيتم وفقا للشرعيه الدوليه، الجيش بيعذبنا علشان بيقول ان هو بيحمي الثوره. انا اتخذت يوم 9 مارس قدام المتحف المصري علشان كنت بتصل بالمحاميين ابلغهم ان في باسماء الناس اللي بيتقبض عليهم. عسكري مسكني واخد مني التليفون بتاعي وحطه في جيبه ودخلني على الكردون بتاع المتحف المصري، واول ما دخلت انتهى كل شيء ليه علاقه بالكلام. ابتدى الضرب. انا كان شعري طويل، سحلوني من شعري وطول ما انا بتشد انا بيضربوا كل انواع الضرب. ابتدوا بقى الكهرباء حتت حساسه. فريد كان معتصم مع ناس نضاف فوق نضاف كمان واشرف ناس. ما رجعليش تاني يوم بكلمه في الموبايل ما ردش عليا، تالت يوم بكلمه في الموبايل ما ردش عليا. كان مديني رقم صاحبه اللي هو معاهم، من واحد من معاهم. اتصلت بيه قال لي يا ماما وليد احنا كلنا كنا واقفين مع بعضينا وعاملين خيمه، جم ناس بلطجيه مع الناس بتوع الجيش دخلوا علينا ما عرفناش نمشي، وانا بحسب وليد مشي. هو وليد ما جالكيش؟ قلت له لا. قال لي هو في السجن الحربي هنجيب لك محامي، وانا مش قادره اروح ولا اجي وانا عايزه ابني. كنت انا واقف انا وعم اليسا بنشوف الخيام بتاعتها رايحه فين. لقينا واحد بيقول ناس حوالي 10 15 واحد ماشيين مع ضابط جيش معلق نقيب بعيد ومعاهم شرطه عسكريه. هو ده معانا لسه هقول انا مش مع حد. انت بتطلب عليا ايه؟ واحد من ورايا بيسوق من فوق الجنينه بيرميني على الارض فوق الساحل على بعض. بعدي لسه ما وصلتش قدام المتحف لقيت اللي قبض عليا قال لي تعالي الجيش عايزك. ده واحد من الاهالي خدني وداني لغايه اللواء. طبعا الكهرباء اشتغلت في رجليا، الالكتريك كده كهرباء في رجليا كهرباء. البنت على فكره كانوا بيكهربوها في صدرها وفي رجليها. احنا ساعه ما رحنا السجن الحربي انا والبنات بنت تقلع هدومها كلها وتتفتش، وفي كاميرات بره بتصورنا عشان يتعمل لنا ملفات دعاره ومحدش عارف ده كله. ام سمير يا جماعه ابنها اتقبض عليه يوم 9، وهي كانت جايه بابنها ابراهيم من 3 ايام النقابه، وابنها الثاني اتاخد من 3 ايام من التحرير، وهو جاي علشان اخوه اللي ممسوك. فهي دلوقتي عندها 2 جوه. قعدت شهر ما اشوفش ابني ولا اعرف حاجه عن ابني. جالي تليفون من الوادي الجديد، ابنك احمد موجود في الوادي الجديد. رحت الوادي الجديد 10 ساعات عشان اروح لابني، لغايه دلوقتي مش عارف ابني اتحكم عليه بايه. واحد يقول لي 5 سنين مانيش عارف، واحد يقول لي سنه مانيش عارف. اخش المحكمه العسكريه مش عارف اخد اي بيان على ابني. فانا عايز اعرف ابني محبوس بتهمه ايه وممسوك ليه؟ ابني بعت لي جواب قال لي يا بابا وانا جاي من الشغل قابلوني بوابين وبتوع اللجان الشعبيه الساعه 4 بعد العصر في مكرم عبيد، خدوا منه الفلوس اللي معاه. في الاخر عرفت ان ضابط مباحث ساكن في نفس البرج اللي الغفر نازلين قدامه هو اللي سلمه للجيش. انا اشرف كامل سليمان عياد، اخو روماني كامل سليمان عياد، ولو 5 موجودين كمان معانا ولاد عمهم اتجمعوا في مترو السادات علشان يروحوا مسجد ويقولوا مسيح ومسلم مين واحده. للاسف ما خرجوش من العربيه بتاعت المترو، وجه عسكري قال لهم هاتوا البطايق، فطلعوا البطايق كلهم، راح مسكهم مغميهم عينيهم واخد منهم الموبايلات وكسروها وراح واخدهم على المتحف، ودول واخدين احكام 3 سنين. فاحنا عايزين ابوس ايديكم اي حد يطلع على العيال ديت. العيال دي اساسا خدام في الكنيسه ما همش في البلطجه وما يقدروش يطلعوا اساسا من المكان. فاي حق دوت حكم 3 سنين. خدوني من على الباب لحد الباب المتحف الاحمر اللي جوه الباب الرئيسي، ضرب وشد واهانه وتعذيب. دخلت جوه لقيت حوالي 100 واحد مترمين فوق بعض. لقيت ناس من اللي بيضربوا فيا الضباط والعساكر عارفيني، قالوا لي مش انت كنت عامل نظام في المتحف في السرايا؟ ورينا دلوقتي فين شطارتك. صورونا هناك على اساس ان احنا بلطجيه، حطوا لنا ازاز مولوتوف، حطوا لنا سنك، حطوا لنا مطاوي اللي احنا كنا بنسلمها لهم من البلطجيه حطوها لنا احنا، عملونا احنا اللي بلطجيه. واحنا موقفنا ان كل المحاكمات العسكريه اللي تمت في الفتره اللي فاتت احنا بنعتبرها هي محاكمات
غير عادله وغير منصفه، والمحكوم عليه والمتهمين وكل الناس اللي مثلوا امام هذه المحاكم هم من حقهم ان هم يتعاد محاكمتهم مره ثانيه قدام محاكم مدنيه ومحاكم مختصه. احنا لما رحنا يوم النيابه العسكريه قعدنا 6 ساعات في النيابه العسكريه، افتكر ان الضغط بتاع الناس حقق نتيجه وفي عدد كبير من الناس خدوا براءه. انا متاكد ما كانوش هياخدوا براءه لولا ان الناس كانوا واقفين قدام النيابه العسكريه، ولولا النيابه العسكريه كانت شايفه ان في حوالي 7 محامين مهتمين بالناس دي.